أحيانا تتكلم مع شخص بكلام واضح وبسيط ومفهوم جدا، ورغم هذا تحس الشخص اللي جاي تحكي وياه ما جاي يفهمك، وهذا الشخص ممكن يكون عزيز جدا عليك وتتمنى له الخير من كل قلبك، ونصيحتك إلى نصيحة حب وصداقة وإخلاص بمعنى الكلمة. فشنو السبب اللي يخلي هذا الشخص ما يستجيب لكلامك؟ فبهذا الفيديو راح تسمع أرقى وأجمل معلومة ممكن تسمعها بخصوص هذا الموضوع، وراح أضرب لكم مثال بسيط حتى تصل الفكرة بشكل أسهل. مواطن عربي سافر إلى دولة أجنبية، راد يروح إلى مدينة معينة، فمن نزل بالمطار اكتشف إنه ماكو أي شخص يتكلم باللغة العربية، أي واحد يتكلم وياه ما يفهم عليه، هذا يتكلم عربي وهذا يرد له بالأجنبي. فالمواطن العربي قاعد بصفحة وبدأ يسترجع ذاكرته ويفكر بالكلمات اللي يفهمها بالأجنبي، وقدر يستخرج من ذاكرته بعض الكلمات الأجنبية اللي درسها سابقا أو تعلمها من خلال الحياة، فقام سأل واحد أجنبي وافتهم عليه وقدر يروح للمدينة اللي كان قاصدها. فالسؤال الآن، هاي الكلمات الأجنبية اللي تذكرها منين إجت؟ هل خلقت في تلك اللحظة وتكونت بعقله لو إجت من مصادر أخرى؟ الجواب يا صديقي، هاي المعلومات اجت من مصادر اخرى. فشنو هاي المصادر؟ المصادر من التجارب اللي مر بيها بالحياة، من الدراسة الابتدائية ثم الاعدادية ثم الجامعة، من مخالطة الناس والاستماع لهم، من المجالس العشائرية، من الشخص اللي درس بالجامعة اثناء طفولته، من ابوه امه اصدقائه اللي يمشون معاه. فهذا يعني انه كل انسان عنده ملفات وتسجيلات خاصة به موجودة بعقله راح يستخدمها من يحتاجها. فنرجع لموضوعنا الآن، ليش من تتكلم وياه وتنصحه ما يستجيب إلك؟ شنو السبب؟ هل السبب بيك أنت كمتحدث ما قدرت توصل رسالتك بصورة صحيحة؟ لو الخلل بيك كمستمع ما جاي يفهم عليك بالشكل الصحيح؟ الأمر ببساطة يا صديقي، الكلام اللي جاي تحكيه وياه راح يروح على الملفات والتسجيلات المسبقة الموجودة بعقله، وراح يفسرها حسب فهمه هو مو حسب ما انت تريد. يعني كلامك راح يدخل بالملفات الموجودة بعقله، وراح تمر بعدة فلاتر داخل عقله، وكل كلامك اللي شرحته له راح يفهم منه جزء بسيط جدا حسب معلوماته والملفات اللي فهمها بالحياة. فخلي ببالك دائما انه معظم الكلام اللي تقوله انت كمتحدث للمستمع ما راح يصل مثل ما انت متخيله ابدا، راح يطلع منك بشكل وراح ينفهم عنده بشكل آخر. ولذلك يظهر أحيانا أمامك بث مباشر لأشخاص ما يقدمون أي قيمة أو معلومة بها فائدة للمجتمع، ورغم هذا تشوف 1000 أو 2000 شخص داخل يستمع لهم ومضيعين وقتهم على أشياء فاضية. فأنت تنقهر تقول معقولة كل هذا العدد الموجود جاي يتابع هذا الشخص؟ نعم يا صديقي معقولة، لأن الجزاء من جنس العمل. كل ما قلت الملفات الجيدة بالعقل أكيد راح تنحط مكانها ملفات عشوائية ما لها أي قيمة أو فائدة. ولذلك شعار القناة: غير أفكارك تتغير حياتك. سلامتكم.